اللي يشعروا ان ربنا لازم هيحل كل حاجة. حاول انك انت تعالج اي مرض يأتي الى نفسيتك، بهذا نفسيتك تقوى، نفسيتك تقوى، وتتعلم الفضائل الخاصة بالنفس. إذا استطعت أن تبني نفسيتك ممكن أيضا أن تبني أعصابك. يعني إيه تبني نفسيتك وتبني أعصابك؟ يعني الإنسان الذي يعالج نفسيته من الخوف يعالج أعصابه من التعب، لأن إذا الخوف جاله أعصابه هتشتغل. النفس والأعصاب بيشتغلوا مع بعض. الشخص الشجاع نفسيا يكون قوي في أعصابه، الشخص الضعيف نفسيا الخواف يكون أعصابه تعبانة. حاول إنك تبني نفسك، تبني فكرك، تبني نفسك، تبني معارفك. الشخص بيكون شخصيته قوية أيضا لو كانت عنده معارف قوية في أي موضوع بيقدر يتفاهم فيه. تلاقيه إنسان اجتماعي وإنسان قوي في الرأي لأن عنده معرفة كويسة. عشان تبني معارفك تقرأ كتير وتختار الجيد من القراءة، ولا تقبل كل ما تقرأه، وتناقش الأفكار. تلاقيك ابتديت يكون عندك ثروة من الفكر وقوية وصحيحة، غير الإنسان اللي يفتكر انه يبني شخصيته يقعد يدردش مع الناس ويدردش في التافهات، وبعدين كلما تقل التافهات التي في ذهنه يبحث لكي يضيف إليها تافهات أخرى ويحشو ذهنه بكل ما هو لا قيمة له. ده مش هيكون له شخصية قوية. شخص قوي، عقل قوي، ذكاء قوي، فهم قوي، معلومات قوية، معلومات متنوعة، كما لو كان دائرة معارف في أمور عديدة. ده يبقى بيبني شخصيته. أقول هذا والعطلة الصيفية جاية، فياريت يكون في فرصة للشباب إنهم يقروا. لما يقروا بيبنوا شخصيتهم، بيبنوا الفكر والعقل والمعلومات، بيضيعوا يعني اللي ما بيقروش بيضيعوا وقتهم في التافهات. إذا أردت أنك تبني شخصيتك لابد أن تبني إرادتك، تكون ليك الإرادة القوية، تكون ليك الإرادة القوية. لأن في إنسان يعرف كتير وما يقدرش ينفذ لأن إرادته ضعيفة، يعرف إن ده خطأ ويمشي فيه لأن إرادته ضعيفة. تبني الإرادة بتاعتك وتقوي إرادتك بطرق متعددة، عن طريق ضبط النفس، عن طريق ضبط النفس. تعود ذاتك على ضبط النفس، تضبط إرادتك، تضبط فكرك، تضبط لسانك، تضبط شهواتك، تضبط عملك. يكون كل عمل بتعمله وكل فكر وحس تحت إرادة قوية، ضبط. زي ما انت في الصوم بتاخدوا تدريب لضبط النفس، ما تاكلش من ده يعني ما تاكلش وتنفذ إرادتك، برضو تقول الفكر ده أبعد عنه وتنفذ إرادتك، الكلمة دي واللسان أبعد عنه وأنفذ إرادتي،
لا تمشي مع كل فكر يأتيك، ولا تمشي مع كل شهوة تأتيك، ولا تمشي مع كل الحواس، إنما يكون عندك نوع من الضبط. اسلك في تدريب التغصب، اغصب نفسك على عمل الخير. سيأتي وقت تتعود فيه عمل الخير وتعمله بدون تغصب. إرادتك تكون تدربت على عمل الخير. علشان تضبط إرادتك لازم تدرب نفسك على يقظة الضمير. يقظة الضمير، ضميرك يكون صاحي باستمرار، لا يغفو ولا ينام، باستمرار تكون يقظ الضمير. تساعدك الذاكرة إذا وضعت أمامك آيات تمنعك من ارتكاب الخطأ. تقوي إرادتك إذا وضعت أمامك قول بولس الرسول في عبرانيين 12:4: لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. المقاومة حتى الدم عشان تقوي إرادتك. تداريب مخافة الله، لأن في ناس في سبيل محبة الله ينسوا مخافته، لكن إذا تدرب على تداريب المخافة تقوى عنده الإرادة. عشان تقوي إرادتك لازم تضع أمامك مبادئ وقيم، مبادئ وقيم تثبت عليها ولا تتخلى عنها مهما حدث من تعويقات أو من إغراءات. في مبادئ، في قيم معينة. تتعود الالتزام، تتعود التدقيق في الحياة، تتعود الجدية. من أجل أن تقوي إرادتك أيضا لابد أن تدخل في الوسائط الروحية التي تقوي المبادئ والقيم في حياتك فلا تخطئ. تحاول أنك أنت تبني نفسك في كل ما يفيدك ولا تخطئ. أيضا تبني روحياتك،